بأقدام محمد صلاح ليفربول يفوز على جيرونا بنتيجة 1-0 ويصعد ليفربول رسميا لدور ال 16 في دوري أبطال أوروبا. وريال مدريد يفوز على أتلانتا بثلاث أهداف مقابل هدفين في مباراة أكثر من رائعة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي بالقناة واعمل لي لايك ويلا بينا. ليفربول هو الفريق الوحيد الذي حقق 6 انتصارات من 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وأول من تأهل لدور ال 16 رسميا. ومحمد صلاح يسجل الهدف الثاني ليه في دوري أبطال أوروبا، يصل إلى ال50 هدف في البطولة الأقوى في العالم. صلاح ساهم ب6 أهداف من 6 مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا. صلاح في جميع البطولات هذا الموسم لعب 25 مباراة، ساهم فيهم ب30 وسجل 8 أهداف وعمل 12 أسيست. موسم الكرة الذهبية إن شاء الله لأبو مكة، هو اللاعب الوحيد في العالم يصل إلى 30 مساهمة في هذا الموسم الحالي. مباراة ليفربول وأتلانتا كانت متوسطة من حيث الأداء، حصل فيها على رجل المباراة إدريسون، تألق فيها أليسون بيكر ونقذ الليفر في أكثر من فرصة من جارونا، كادوا أن يسجلوا أكثر من هدف لولا أليسون بيكر. وداروين كالعادة ضيع فرص مؤكدة للليفر، وعودة ريال مدريد للانتصار من جديد. أجمل شيء في المباراة حارس جارونا كان بيتحدى محمد صلاح، بيقول له شوت الكورة ناحية اليمين، وصلاح قال له حاضر وشتها له ناحية اليمين زي ما هو عايز، ولكن الحارس كان عاوز يخدع صلاح واترمى الناحية التانية، وتفوق صلاح في التحدي. فان دايك بصراحة كان عامل مباراة رائعة في الدفاع، وجوميز لا يصلح للدفاع في ليفربول، المفروض اسلوت يشوف مدافع غيره. لويس دياز كان عامل مباراة ممتازة وحصل على ضربة جزاء اللي سجلها صلاح. تعالى قبل ما نتكلم على الريال نشوف ايه اللي حصل في مباراة ليفربول وجارونا. داروين بيضيع هدف زي ما انتم شايفين، خلاص اتعودنا ان داروين بيضيع. شوفوا أليسن بيكر اللي عائد من الإصابة بيعمل إيه، بيصد بكل مهارة وبيشيل هدف مؤكد زي ما انتم شايفين، والتاني مرة يشيل انفراد من ريان، وشوف كده بيشيل الكرة التالتة بكل رجولة. بص كده على داروين بيعمل ضربة رأسية هو واقف بكل غباء، المفروض يلعب الكرة بكل قوة، تحسه كده ان هو محبط وما عندوش ثقة في نفسه. شوف أليسون بيكر نجم المباراة يصد ويشيل هدف للمرة الرابعة، المفروض من وجهة نظري ان هو راجل المباراة، نقذ الليفر في اكثر من مرة. وإدريسون بيضيع هدف، ثم صلاح يسجل الهدف الوحيد في المباراة من ضربة جزاء حصل عليها لويس دياز، وبكل هدوء الحارس بيقول لصلاح حطها في اليمين، وفعلا يحطها في اليمين ويسجل الهدف الأول. صلاح هو مصدر السعادة لليفربول، مش عارف اجيبها لكم ازاي. محمد صلاح 30 مساهمة في الموسم ده، يعني فاضل 4 مساهمات ويعادل رقم فينيسيوس في الموسم اللي فات اللي كان مرشح فيه للكرة الذهبية واتظلم فيه. وصلاح يصبح عاشر الهدافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ. صلاح قصة عربية جميلة في الملاعب الأوروبية. ليفربول يحسم التأهل للدور ال 16 بعد حصوله على 18 نقطة، ويحتل صدارة الجدول بدوري أبطال أوروبا. نيجي لمباراة الريال، المباراة المثيرة القوية ما بين فريق الريال وأتلانتا، رغم الهدف الأول في بداية الشوط الأول، ولكن أتلانتا كانت الأفضل. أصيب مبابي في الدقيقة 35 وأنشيلوتي نزل رودريجو، بعد ما عاد مبابي وسجل الهدف الأول للأسف يصيب ويخرج من المباراة. وريديجار عمل مباراة عظيمة وينقذ الريال من فرص مؤكدة. وفينيسيوس جونيور يثبت لنا ان هو رقم واحد في العالم، ويبقى هو واجهة كرة القدم لوحده. مفيش لاعب في العالم يعرف يعمل اللي بيعمله فينيسيوس، راجع من الإصابة وبأقل مجهود يسجل ويصنع ويجيب لك المكسب. ولكمان لاعب أتلانتا يفوز برجل المباراة بكل استحقاق. أرهق دفاع الريال وهنشوف دلوقتي. وبيلينجهام لا يقارن بأحد، عمل مباراة فوق الرائعة، سجل هدف حرفيا لمسته للكرة ممتعة. عمره 21 سنة، شارك في 112 هدف. بيلينجهام مسجل 6 أهداف في آخر 7 مباريات مع الريال. وإمبابي غير محظوظ للأسف، عاد وسجل هدف وأصيب إصابة خفيفة وخرج في الشوط الأول. لاعب غير محظوظ بالمرة. تعالوا نشوف المباراة الممتعة المثيرة في دوري أبطال أوروبا ما بين الريال وأتلانتا. إبراهيم دياز يمرر كرة حلوة لمبابي ويضيعها، ودياز مرة أخرى بيعمل أسيست لمبابي، وإمبابي يفك النحس ويسجل هدف رائع زي ما انتم شايفين. فقد عاد إمبابي وينفرد مرة أخرى وأكاد أن يسجل الهدف الثاني، ويتألق الحارس ويشيلها. المفروض إمبابي كان يركنها ولكن للأسف شتها في نصف المرمى. لوكمان المتألق يمرر كورة حلوة ويشيلها روديجير المنقذ، ولوكمان تاني مرة يعمل أسيست وينقذها كورتوا. أتلانتا كان الأفضل في الشوط الأول، وشاومي ينقذ المرمى من هدف لوكمان. فعلا لوكمان يستحق ان هو ياخد رجل المباراة، وروديجير ضيع هدف مؤكد زي ما انتم شايفين.
ويحصل أتلانتا على ضربة جزاء ويتعادل في الشوط الأول، ويبدأ الشوط الثاني ولوكمان يسدد كورة حلوة ولكن كورتوا يتألق ويشيلها، وإبراهيم دياز يعمل أسيست ويسجل المتألق فينيسيوس الهدف الثاني للريال. عاد من الإصابة ولكن يبدع اليوم، وشاومين يعمل أسيست لبلينجهام في غاية الروعة، ينفرد بلينجهام بمهارة ويسجل الهدف الثالث. شايفين لمسة بلينجهام للكرة بيفكركم بمين؟ أنا من وجهة نظري بيفكرني بزين الدين زيدان، ويسجل الهدف بكل هدوء. الله عليك يا بلينجهام. ويجي لوكمان المتألق ويسجل الهدف الثاني لأتلانتا. أتلانتا كاد أن يتعادل مع الريال، ولكن حظ أنشيلوتي يفوز في المباراة القوية المثيرة بنتيجة 3-2. بلينجهام بعد المباراة صرح وقال: مهم حقا بالنسبة لنا الفوز الليلة، كنا نعلم الأمر سيكون صعبا. قد عاد بلينجهام وفينيسيوس وأعاد الريال للانتصار من جديد. مبروك للريال بالفوز على أتلانتا بنتيجة 3-2، ومبروك للليفر بالصدارة بدوري أبطال أوروبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.